إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الصورة دي ها؟ دي أحلى صورة، دي أحلى صورة. منور ولا أنا مريض؟ منور. السلام عليكم. بالله عليك شغل بوفيه عشان الناس اللي بتخش بيجوا بيقولوا عايزين يسموا حاجة ولا بينزلوا حاجة. معاه الصورة ليا أنا وأنت. انت ليمون هيتجرد على نبرة ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. محمد بيه عندك. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. الحمد لله الحمد لله حبيبي. إن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. عليك ومدتنا أبقى عندك يا باشا. جناب العمر منتصر. إن عليك إلا البلاغ. عن الشاط يا باشا الله يخليك لك كده. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. يلا يا ريس يلا. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء.
ايه يا باشا. الصورة عليك يا حاج. انا راح بطول وحشنا والله. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا. تشيلوا الترابيزة اللي ورا خالص اللي بتاع يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هنا ولا هنا؟ لا هنا. دي صورة الفرح. سلام يا صاحبي. سلام يا ريس. سلام يا ريس. سلام يا ريس. النبي خدنا سعيد يا ريس. محمود. حبيبي عم كده. خش ولا هات ميه. خش ولا هات ميه. عادش. فين؟ هجيب لهم يا عم حاضر. انا من جوان شويه على ما يقشروا. على ما يقشروا. إنه عليم قدير. ولا عندك ولا عندكم ولا عندكم. اتفضل يا عم. اتفضل يا عم. اقعد يا عم. انا اهو. اقعد يا عم الحاج. اتفضل اتفضل. وما استهزأ بيك.
نزل ضحكه يعني، نزل ضحكه على مخالفين. نزل ضحكه فعلا. أرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. خلي بالك من العمده بتاعتك. طبعا في اي حاجه. الخال اهم شيء الخال. اقعد هناك وانا اصورها لك وبعد السلام عليكم. ايوه تصور والله يا حاولت كذا مره. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شكرا. نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يا محمد انتوا الجماعه دول مفيش مكان جوه مدام. لا دول كانوا لسه خارجين. مفيش مكان محدش. صراط الله الذي له ما في السماء والأرض.
صدق الله العظيم. بالله عليك قول لي اخش كده ولا كده؟ بص انا نفسي مش عارف. صدق الله العظيم. بعد سماع القرآن الكريم مع علم من أعلام الكلمة مع السفير سيد غني فليتفضل. استنى بقى عشان على راسه وعلى حاجه. اتفضل يا استاذ سيد. طبعا الاستاذ سيد غني عن التعريف وهو هيعرفكم عن نفسه. اتفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحه اتفاجئت بالكلمه. انا بقول دايما ما عنديش نصيحه لحد، انا عندي تجربه. الواحد لما يكون عنده تجربه بيفضل افضل من انه ينصح. الناس بتسيب عشان النصيحه، حتى الشباب بيسيب عشان النصيحه. فانا مش هبدو كشيخ يتكلم في النصيحه او كراجل دين او اي حاجه، لا. انا بس هقول بحكم عملي كدبلوماسي سافرت اوروبا وامريكا وبلاد، ايه الفرق بيننا وبينهم؟ بعد الخبره انا دلوقتي على المعاش اكتشفت الفرق بيننا وبينهم حاجتين بس. اول حاجه ربنا كرمهم بالمطر، فالمطر ده مدي خير قوي قوي قوي. يعني انا عندي بيت في كندا تحط طماطم تطلع كده، تحط نعناع تلاقي من غير لا ميه نازله عند ربنا سبحانه وتعالى. فالزراعه عندنا قوه. احنا لو رجعنا تاني مجتمع زراعي ثق تماما احنا نبقى اقوياء. الحاجة الثانية الحسم في تنفيذ القانون ولا استثناءات، اللي هي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. أنا هدي مثل حصل معايا شخصيا. أنا ربنا كرمني ببنتين، ما عنديش أولاد. عندي بنت الكبيرة بتشتغل في الأمم المتحدة، وبنت الصغيرة مذيعة في التلفزيون الكندي. واللي يعمل سيرش عليا هيلاقي الكلام ده. وانا بوديهم درس عربي وديهم صغيرين في اوتوا العاصمه في تقاطعات للشوارع الجانبيه. القانون بيقول لك اقف 5 ثواني، عد 1 2 3 4 5، وبص شمال وبص يمين وعد. انا لقيت الدنيا فاضيه وبصيت كده وكده ورحت معدي. وقفت 2 3 من ال5 ثواني. البوليس وقفوا، اداني $110 مخالفه، ويا ريته اكتفى بكده. سالني قال لي دي بنتك؟ قلت له ايوه. قال لي ممكن اتكلم معاها؟ هو بيستاذني في الكلام لان لها اقل من 18 سنه، وبره لا يجوز تتحدث مع الطفل او تلمسه الا بموافقه الوالدين. دي جريمه الجرائم هناك. فقال لها ممكن انصحك بنصيحه؟ قالت له اتفضل. قال لها ابوك ده انسان مش جدير يعلمك السواقه، عشان انا وقفت 3 ثواني من 5. العربيه بتاعتي مكتوب دبلوماتيك بليد، يعني مكتوب هيئه سياسيه، هيئه دبلوماسيه. طز، انت وزير، طز، انت رئيس الوزراء، طز. ليه؟ القانون والحسم في تنفيذ القانون ولا استثناءات. اقول تاني، اللي هي لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ادي الفلوس. اديكم مثل بس عشان تشوف احنا عقلنا افضل كتير منهم بكتير، معدينهم. تعرفوا ان في كندا وامريكا ما عندهمش اكله بتاعتهم؟ ايه الاكله بتاعت امريكا وكندا؟ برجر كينج وكنتاكي. ده بيسموه جانك فود. جانك بالانجليزي 3 حاجات: خرده، زباله، طعام بلا اطعام. قول مصر بقى، تلاقي ملوخيه بالارانب، تلاقي كشري، تلاقي محشي، يو عد بقى. ليه؟ عندنا احنا تاريخ، ما عندهمش هم تاريخ. الاكل عايزه تاريخ. فتخيل ما عندهمش بلاد مهاجرين، كل واحد جايب الاكله بتاعته معاه. التركي بيعمل مطعم تركي، المصري بيعمل مطعم مصري، اللبناني بيعمل مطعم لبناني، الالماني مطعم، وهكذا، والايطالي مطعم ايطالي. احنا حاجه كبيره يا جماعه. انا فاكر وانا في المعهد الدبلوماسي في النادي الدبلوماسي في كندا، رئيسه النادي مسكت ايديا كده وقالت لي مستر كانسلر، انت تحت ايديك دي في حضاره 7000 سنه.
انت كمصر تحت جلدك 7000 سنة حضارة. احنا مش عارفين قيمة البلد يا جماعة. لسه بنتكلم مع عشان كل الضيوف معظمهم من المجالس المحلية بقول لهم على المطبات والحاجات دي كلها. فانا بقول ارفع القبعه لرئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه وكل الناس دي لو عملوا ملفين بس، ملف النظافه وملف المرور. للاسف لو انت بتعرف انجليزي ودخلت كتبت بس كنديان فورن افيرز ترافل تو ايجيبت، بينصحوا البنت الكنديه وهي جايه مصر، خلي بالكم بيقول لهم ايه بقى؟ خش كده على الموقع الخارجي بيقول لها القاهره مش مدينه نظيفه. نمرة 2 تجنبي التحرش الجنسي. نمرة 3 إذا ركبت جنب السواق في مصر سواق تاكسي ما تركبيش جنبه لأن هذا يساء فهمه في مصر. نمرة 4 أنصحك بنصيحة مش حلوة، إذا أنت رايحة مصر خدي راجل معاك. يا جماعة لازم نفوق، احنا اذكى منهم كتير. في كندا اللي انا كنت فيها دي فيها 3000 استاذ جامعة مصر، فيها 3 رؤساء جامعات، نائب رئيس جهاز البحث على مستوى كندا كله مصري دكتور شريف بركات، اول مدير عام في وزارة الدفاع الكندية الدكتور عبد اللطيف محمود مصري، اكبر شركة بومبرديه للطيران في كندا نائب رئيس مجلس الاداره مصر. عشان ما طولش كتير واحنا في ضيافه الحاج احمد وحفيده، كنت بدي محاضره في مونتريال وانا بتكلم في الفلسفه والرياضيات وكده. قلت لهم انا اسال الحضور سؤال وكل واحد فيكم عنده اجابه. السؤال كان ايه؟ ما هو اثقل ما يحمله الانسان فوق ظهره؟ في ناس قالت ماضيه، ناس قالت ذنوبه، ناس قالت ديونه. انا قلت اسمه. افتكروا هذه المقولة، اثقل ما يحمله الانسان فوق ظهره هو اسمه، لان الاسم مسؤولية كبيرة وانت هتورث لابنك اسم وهو اللي هتحاسب بيه وهو الكينونة بتاعتك. وانا بقول شيئان اقوى من الموت، الحب والعار. الحب اقوى من الموت لانه يبقي الاخر رغم اختفائه من العالم، والعار يعمل كده. فدي اللي انا عايز اقوله في هذا يعني المحفل، وبشكركم سمعتوني واسف لو اطلت، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الله. الله يبارك فيك يا عم دكتور. الله يكرمك. كان سعيد. مش عارف ايه ولا عزيز بالله. يا حاج. السيد ما كملش. عم راسك اهو حاج. شوف ماشي اتفضل. انا عمال انا على احمد وانا اتفضل عشان تصور معايا. اتفضل بس. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لفضيلة الشيخ أحمد إسماعيل، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. اتفضل يا مولانا. سلم على الفنان بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا آل طه لنا في حيكم قمر، له الحصى ناطق والبدر منقسم،
طه البشير وله أسماء 4: محمد أحمد هادي ومعتصم، ثم الآس والعلم أنطق لرسول الله 4: الضب والظبي والثعبان والصنم، آمنت برسول الله 4: الإنس والجن ثم العرب والعجم، لولاه ما كان في الإسلام 4: حج ومنى ثم بيت الله والحرم، صلى على خير خلق الله 4: العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. ثم أما بعد، ما أجمل يقول الله سبحانه وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فما أجمل أن نجتمع جميعا حبا في الله سبحانه وتعالى وفي الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار، كما يكره أن يقذف به في النار. أجمل عبادة هي الحب في الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه بقى؟ ليبعثن الله يوم القيامة أناسا في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فقال أعرابي: صفهم لنا يا رسول الله كي نعرفهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله من بلاد شتى ومن قبائل شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرون. هذه الليلة هي ليلة الجمعة، فعلينا أن نكثر من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000. أبي بن كعب كان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الثلث الأخير من الليل يقول: أزفت الآزفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي: الربع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت وإن زدت فهو خير. فقال النصف. فقال: ما شئت وإن زدت فهو خير. فقال الثلثين. فقال: ما شئت وإن زدت فهو خير. فقال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت تكفير الذنوب فعليك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت تفريج الهموم فعليك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شئت بعد الضلالة تهتدي صل على الهادي البشير محمد. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. محمود نصلي على النبي. أجمل حاجة إن احنا نجتمع حبا في الله سبحانه وتعالى. ندعو المولى سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المولد يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المولد يا رب العالمين. اللهم تخلف عليهم يا رب العالمين. اللهم وسع عليهم يا رب العالمين. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي آزح الغمة. يا ربي بجاه النبي آزح الغمة. صلوا عليه. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي آزح الغمة. يا ربي بجاه
البشير حبيب البدر المنير شفيعي عند القدير صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام صلوا على بدر التمام حبيبي مسك الختام صلوا عليه شفيع الأمة صلوا عليه في ذكر الرسول تشحن الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة قمر سيدنا النبي قمر الله
اللي غير أحوالي اللي غير أحوالي بالغرام برسول الله تفاح المصطفى لما ذكر رسول الله والنور النور لما حضرنا رسول الله يا صاحب القبة الخضراء اللي علينا اللي علينا اللي علينا اللي علينا يا صاحب القبة الخضراء اللي علينا بالنظرة الله الزل هلال يا أنا الزهراء وعطي لكل محب لما ذكر رسول الله والنور ناحي نورنا لما حضرنا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.